ازيكم عاملين ايه؟ اكيد سقعانين، كلنا سقعانين، الجو برد اوي اليومين دول وكلنا بندور على اي حاجة سخنة تدفينا. فعملت لكم النهاردة الهوت شوكليت او مشروب الشوكولاتة الساخن، وكمان مغذي ومفيد جدا. احنا بنحضره من الكاكاو من اللبن، وفي طبعا كام اضافة كده هقولكوا عليها عشان يطلع زي اللي بنشربه في اي كافيه من بره، وهقولك كمان على التركة اللي تطلعه معاكي كريمي كده وطعمه حلو قوي. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله تشوفيه قبل اي حد. انا النهاردة هحضره بكوباية ونص من اللبن، بس مبدئيا كده هحط كوباية لبن وعليها معلقة سكر وادوبهم في حلة. نص كوباية التاني هقولكوا هعمل ايه فيه دلوقتي. حطيت كده ايه يعني مقدار الكوباية ونص بياخد معلقة كبيرة سكر، ومعلقة ونص مليانة بشكل هرمي من الكاكاو الخام العادي، بس اختاري نوع كاكاو يكون كويس، ورشة بسيطة كده من القرفة، يعني حاجة بسيطة خالص كده ما تبقاش باينة، تدينا طعم وفي نفس الوقت ايه لو زادت هتمرره. تعالوا نعيد المقادير تاني مع بعض. كوباية ونص من اللبن، او ممكن تحطي كوباية لبن ونص كوباية مية، تمام، ومعلقة سكر كبيرة مليانة بشكل هرمي، ومعلقة ونص من الكاكاو برضو مليانة بشكل هرمي، ورشة بسيطة كده من الفانيليا، وهنقلبهم دوبهم كويس بالشكل ده، ونرفعهم على النار ونهدي النار خالص. وهنجيب نص كوباية اللبن اللي احنا سيبناها على جنب، هنضيف عليها نص معلقة كبيرة نشا او معلقة صغيرة، هي يعني ده المقدار ده زي ده. لو انت مثلا ماسكه المعلقه الكبيره وعايرتي بيها كل المقادير، لا حطي معاها برضو نص معلقه او اقل كده شويه من النشا، ودوبيها كويس على البارد في نص كوبايه اللبن. اول ما تلاقيه سخن كده وبقى يطلع دخان معاكي، انزلي عليه بخليط اللبن بالنشا واستمري بالتقليب بحيث ان كل المكونات تدوب في بعض، وفي نفس الوقت تبقى على نار هادية عشان النشا والكاكاو يدوبوا كويس وما يبقاش طعمهم باين، او الكاكاو كده لما ما يستويش كويس تحسي كده وانتي بتشربيه ان انتي عارفة القهوة لما بيفيض في كده في الاخر التفل بتاعها وتيجي تاكليه بتحسي بطعم دقيق نشا يا رملة، اللي هو التفل كده بتاع القهوة مبيبقاش حلو. فلا انتي لازم تسويه كويس على نار هادية وتفضلي تقلبي عشان يدوب ويسخن كويس فيها، وفي نفس الوقت اللبن ما يفورش، فاحنا لازم نسويه على نار هادية. اول بقى ما اللبن يفور كده معانا خلاص نطفي النار ونبتدي ان احنا بقى نصبه. اي كوباية اي مج عندك حطيه تشربيه كده عادي. عايزة تحطي عليه، انا بحط عليه مارشميلو، ممكن تحطي كريمة، ممكن تحطي مكسرات براحتك، يعني شوفي انتي حابة تزينيه بايه، او ممكن تشربيه كده من غير اي حاجة. خطوة النشا دي هتخليه كريمي قوي، لما تيجي تشربيه كده هتحسي طعمه حلو، او انتي بتاكلي حاجة حلوة كده زي اللي بنشربه بره كده في الكافيهات، نكون مش فاهمين هو معمول كده ازاي، او قوام كده مظبوط، بيبقى قوامه مظبوط قوي، ولا خفيف ولا تقيل. كمان لو عايزة تستخدمي الكاكاو المحلى يبقى مش هتضيفي اي سكر خالص في البداية، هتحطي بس ايه، هتزودي يبقى الضعف، يعني لما تيجي تحطي كاكاو هتحطي 3 معالق كاكاو كبار، لو اللي هو الكاكاو المحلى اللي بنشتريه من السوبر ماركت، وهو بيكون فيه سكر، يعني انتي مش هتحتاجي انك تحطي فيه سكر خالص، بس هتضاعفي كمية الكاكاو. والفانيليا اللي احنا حطيناها بتديله كده نكهة حلوة جدا، وفي نفس الوقت احنا حطينا حاجة بسيطة خالص عشان لو زادت هتمرره. اهم حاجة نلتزم بالمقادير، وانا كمان هكتبها لكم في صندوق الوصف عشان لو في اي حاجة فاتت منكم كده في الفيديو تاخدوها سكرين شوت من الوصف، دوسوا على عنوان الفيديو هيطلع لكم المقادير. وانا كده خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو، ولو استفدتم ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم.